الدائرة فيزيائيا أبسط شكل، وهندسيا أقوى شكل، وفلسفيا أعمق وأعقد شكل. وفلاسفة كثير شبهوا مركز الدائرة بالله عز وجل، وشبهوا محيط الدائرة بالكون والمخلوقات والزمن. فلماذا هذا كله حول الدائرة؟ وإيش علاقة الدائرة بالله عز وجل؟ ولماذا الدائرة بالذات؟ بأي شغلتهم مثلا؟ تعالوا نجلس جلسة أصحاب مع بعض ونتعرف على الدائرة وعلاقتها بالله عز وجل في حلقة جديدة من برنامج الحكيم مع المهندس مروان العنسي. أهلا. لماذا الدائرة يا حكيمنا؟ وما علاقة الدائرة بالله عز وجل؟ الدائرة هي أعقد وأبسط شكل هندسي، وتعقيدها يكمن في بساطتها. فلا أحد يستطيع تحديد نقطة لبداية الدائرة أو نقطة لنهايتها سوى الله عز وجل. شوف الظواهر حولك كلها دائرية، الكواكب دائرية، النجوم دائرية، الحركة المغناطيسية والجاذبية الأرضية دائرية، الطواف حول الكعبة دائري، دورة الأمطار تمثل دائرة مغلقة، العلاقات أيضا دائرة مغلقة، السلم الغذائي يمثل دائرة مغلقة، الكون يتمدد بشكل أحدب أو منحني كما أظهرت نظرية أينشتاين النظرية النسبية العامة. الأنابيب الدائرية تتحمل الضغط بشكل أكبر من الأنابيب المضلعة، وكل في فلك يسبحون. والله عز وجل هو وحده من يحدد نقطة بداية الدائرة ونقطة نهايتها، لأنه هو المركز، لأنه هو مركز الدائرة وسبب وجودها. فالله هو من بدأ الدائرة بين قوسين الكون، وهو الوحيد العالم بنقطة بداية الدائرة. بداية الكون: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وعز جلاله هو الوحيد العالم بنقطة نهاية الدائرة بين قوسين الكون. قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صدق الله العظيم. تأملك للدائرة يقوي إيمانك. التأمل عبادة. صدق الحكيم. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: تأمل ساعة خير من عبادة ليلة. وبالتأمل تخلي قلبك يطمئن، مثل ما قال أبونا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وهو خليل الله، عندما قال له الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. تعالوا نتأمل الدائرة مع الحكيم عشان تطمئن قلوبنا. لماذا الدائرة أبسط شكل يا حكيمنا؟ الدائرة مكونة من نقطة أو مركز الدائرة وشعاع أو قطر أو محيط الدائرة، هكذا فقط. نقطة في مركز حولها 360 درجة من المحيط. الزاوية أو الدائرة كاملة، دورة الحياة أو الكون أو دورة الأمطار أو الدورة الكهربائية وغيرها من الدورات في الكون. والقوس أو المنحنيات اللي بنشوفها في الطبيعة هي عبارة عن جزء من هذا الدائرة، اللهم إن لها مركزها الخاص، جزء من الزاوية الكبيرة. الدائرة والهندسة. الدائرة رغم بساطتها إلا أنها أقوى شكل هندسي. لماذا يا حكيمنا؟ 1. توزيع القوى. في الدائرة يتم توزيع القوى بالتساوي على جميع نقاط الحدود. هذا يعني أن القوة المؤثرة تنتقل بشكل متساوي على جميع أجزاء المحيط. هذا يعني أن القوة المؤثرة تنتقل بالتساوي في جميع الاتجاهات، مما يقلل تركز الضغط في نقطة واحدة مثل زوايا المربع مثلا. 2. التوازن الهندسي. يتم تحقيق توازن هندسي في جميع الاتجاهات، وهذا يعني أن أي ضغط يمارس على الدائرة يتوزع بشكل متساوي على جميع أجزاء الدائرة، مما يجعلها أقوى في التحمل للضغط. 3. الانتقال السلس. بسبب تواجد المحور المركزي أو مركز الدائرة يتم تحقيق انتقال سلس للقوى المؤثرة. هذا يعني أن القوى المؤثرة على الدائرة تنتقل بشكل متساوي ومتوازن في جميع الاتجاهات، ما يعز قوتها ويجعلها أكثر قوة على تحمل الضغط. الاستخدام الهندسي. يتم استخدام الدوائر في العديد من المجالات التقنية والهندسية والإنشائية، حيث يشترط تحمل الضغط. مثال على ذلك هو استخدام الدوائر في الهياكل المعمارية، في الجسور، في الأبراج، في الأنابيب، حيث يكون تحمل الضغط أمرا حاسما. الدائرة والفلاسفة. الفيلسوف نيكولاس كوزانتس، وهو فيلسوف ألماني من القرن الخامس عشر، وفي كتابه المعروف بفلسفة الأعداد يقول بالنص: الله هو المركز الذي لا يحيط به، فهو محيط كل شيء، وعنده أشعات تنبعث في جميع الاتجاهات، وهو المركز الثابت الذي لا يتحرك ويعطي الحركة لجميع الأجسام. تشبيها لذلك يمكننا أن نعتبر أن الله مركز للدائرة، حيث يكون الله النقطة المركزية الثابتة والسبب الأساسي لكل شيء في الكون. كما أن الفيلسوف الإغريقي أرخميدس كان عنده نفس
نفس القول، ولكن قولهم ما هوش موجود بالنص، لأن أقوال الفلاسفة القدماء قد تكون غير مكتوبة بشكل كامل أو تلفت مع مرور الوقت. الدائرة عند الفلاسفة تعكس الكمال والأبدية، وفي نفس الوقت تمتلك الدائرة أيضا رمزية دينية وفلسفية عميقة، وأعتقد أن هذه الرموز الدينية ترتبط بمفهوم الله عز وجل، حيث رأى بعض الفلاسفة القدماء أن الله يمكن تشبيهه عز وجل بمركز الدائرة أو محور الدائرة. هيكل الدائرة في الفلسفة اليونانية. تطرق الفلاسفة إلى الدائرة كشكل هندسي ذو دلالات رمزية عميقة، اعتبروا الدائرة من أكثر الأشكال تماما واكتمالا نظرا لعدم وجود أي زوايا أو تجاعيد فيها، ورأوا في الدائرة رمز للأبدية والاكتمال، حيث لا بداية لها ولا نهاية لها ولا تغير في مركزها. الله والدائرة. قد ارتبطت الدائرة بفكرة الله أو الخالق عند الفلاسفة اليونانيين القدماء مثل أرخميدس وبلوتاركوس وأرسطو وأفلاطون، رغم عدم إيمانهم بالله عز وجل، ولكن كانوا يؤمنوا بوجود مركز واحد للكون أو خالق واحد لهذا الكون. رأوا بأن الله يمكن وصفه بأنه النقطة المركزية، حيث يكون محورا ثابتا للكون ومصدرا للحياة والتوجيه. كما رأوا في الدائرة انعكاسا لكمال الله واكتماله عز وجل، حيث أنه لا يوجد أي شيء خارج الدائرة الكونية التي يحكمها الله عز وجل. الرمزية والتفسير. يجب أن نفهم أن هذا التشبيهات رمزية ولست حقيقية بالمعنى الحرفي، وإنما هي رمزية تساعد على فهم ألوهية الله عز وجل وكماله عز وجل. الله في العقيدة الإسلامية يفوق أي وصف بشري أو تصور، وهو خالق الدائرة والكون وما بينهما. إنما استخدم الفلاسفة اليونانيين الدائرة كرمز للتعبير عن الأبدية والكمال الذي يتصف به الله عز وجل ودوره الرئيسي في الكون. تجمع الدائرة والله بين الرموز والتفسير الرمزي، فقد رأى الفلاسفة اليونانيين في الدائرة رمزا للأبدية والاكتمال، وقد شبهوا الله بمركز الدائرة أو مركز الكون الذي يكون ثابتا ومحورا للكون. ومع ذلك يجب أن نفهم أن هذه الشبهية ليست حقيقية بالمعنى الحرفي، بل هي رمزية تساعدنا على فهم أبدية الله عز وجل وقدسيته. نستنتج من الفلاسفة أن الدائرة تحمل في ضياتها رموز دينية وفلسفية عميقة، وفهم هذه الرمزية يساعدنا على توسيع نظرتنا وتذكيرنا بأن الله عز وجل هو الخالق الوحيد لهذا الكون والمحور الأساسي لهذا الكون ومصدر الحياة والتوجيه، وأنه لولا وجود مركز الدائرة الذي هو الله عز وجل لما وجدت الدائرة ولما وجد الكون أصلا. فلا دائرة إلا بمركز، والكون لا بد له من مركز واحد، إله واحد، رب واحد، خالق واحد. فمع أن الدائرة لا يمكن أن يكون فيها إلا مركز واحد، ومستحيل أبدا 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 أن يكون فيها أكثر من مركز. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبعيدا عن الفلاسفة القدماء، الدائرة تبين لك كيف أن مركز الدائرة الذي هو الله عز وجل أبدي وخالد، ولا يرتبط بمحيط الدائرة الذي هو الزمن والخلق والكون، لأن محيط الدائرة له بداية وله نهاية، بينما أن المركز ثابت وموجود وخالد سواء بوجود الدائرة أو بعدم وجودها، ووحده المركز الذي هو الله عز وجل الذي بيحدد بداية الدائرة ونهاية الدائرة. هذا السبب محيط الدائرة يعتمد اعتماد تام على مركز ومحور الدائرة، لا دائرة إلا بمركز. يعني لولا وجود مركز أو محور للدائرة لما وجدت الدائرة أصلا، ولما وجد محيط الدائرة هذا كله. لولا وجود الخالق عز وجل لما وجد الكون والخلق والزمن أصلا. وهذا يدل على أبدية واكتمال المركز الذي هو الله عز وجل، وكيف أن الزمن مخلوق ولا يدخل في ظروف الخالق عز وجل، لأن الزمن يعتمد على الله وليس العكس. الله خارج الزمان والمكان لأنها من مخلوقاته، ولكن الإنسان بسبب أن الزمن من ظروفه لا يستطيع تخيل أو فهم كيف أن الله لا يتأثر بالزمن، وأن الله يعرف ما كان وما يكون وما سيكون قبل أن يكون، وكيف أن الله تكلم في القرآن عن يوم القيامة الذي هو مستقبل بالنسبة لنا نحن البشر، تكلم عليها بصيغة الماضي، لأن الله خارج حدود الزمن أصلا. الزمن لا يؤثر في الله أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني تقدر تقول يعني مثلا يعني ولله المثل الأعلى أن الزمن بالنسبة له كمثلا فيلم في تلفونك، تقدر تتنقل بين أزمنة الفيلم على راحتك وكيف ما تشاء، لأنك خارج حدود أو خارج زمن الفيلم أصلا. وبداية الفيلم عندك هتكون مثل نهاية الفيلم، مثل ما أن بداية الكون مثل نهاية الكون عند الله عز وجل، لأن الزمن مخلوق
من مخلوقات الله عز وجل، خلقه يوم خلق المكان، ولا يؤثر على الله أبدا لأن الله خارج حدود الزمان والمكان. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الذي هو الزمن، في كتاب الله يعني في علم الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. في الفلسفة والديانات المختلفة يوجد العديد من المعتقدات حول بداية الكون ونهايته. على سبيل المثال في العقيدة الإسلامية يعتقد المسلمون أن الله هو الخالق والمدبر لكل شيء، وأن الكون بدأ بإرادة الله وبقوته. وفيما يتعلق بنهاية الكون توجد مفاهيم مثل يوم القيامة واليوم الآخر والحياة الآخرة. كونك محتاج أن يطمئن قلبك ليس بالضرورة أنك مشكك في الدين ومشكك في الله. الله خلق الإنسان وعارف بفضوله حول الزمن وحول الكون، لذلك تقبل الله طلب سيدنا إبراهيم لأن يريه كيف يحيي الموتى، ولم يقل له أنه مشكك في الدين أو أنه بيشكك في قدرات الله وهو خليل الله وأبو الأنبياء، بل سأله بلطف وبرحمة: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لو صاحبك يقول لك هكذا تقول انه ملحد وانه بدأ يسمع الملحدين وانه بيشكك في الدين وتسبه وتلعنه وتحذف رقمه في الواتساب وهذا كفر وألحد، خرج من الملة. ولكن الله هو الذي خلق الإنسان وعارف كيف يفكر، لذلك تقبل فضول سيدنا إبراهيم ليطمئن قلبه. لذلك في القرآن الكريم لو نلاحظ أن الله دائما يأمرنا بالتأمل لكي تطمئن قلوبنا، وتأمل ساعة خير من عبادة ليلة كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يجب علينا التأمل في الكون وفي الخلق وحتى في أركان الصلاة وفي الدين، ليس من باب التشكيك ولكن من باب ليطمئن قلبي، ويصبح إيمانك أقوى وتتحول من مؤمن معتقد إلى مؤمن معتنق، تحب الدين وتفهم الدين أكثر لأن قلبك أطمأن له. فلا تستهين بأي مخلوق وأي شكل، وتذكر أن التأمل عبادة وفريضة مثل الصلاة ومثل الصوم. ربما مخلوق هين يخلي قلبك يضمئن، مثل ما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العلم الخبير. كانت هذه حلقتنا اليوم في الحلقات الرمضانية من برنامج الحكيم مع المهندس مروان العنسي. لو اطمأن قلبك خلي قلبي يطمئن بالاشتراك وباللايك وبالتعليق ومشاركة الحلقة مع أصحابك وأحبابك، عسى أن تطمئن قلوبنا جميعا بإذن الله، وتقبل الله صيامنا وقيامنا. وإذا كان هناك غلط أو تقصير فهو من نفسي، وإذا كان هناك صح أو صواب فهذا من توفيق الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كنتم مع الحكيم.